رجعنا معكم مشاهدينا بتاني فقرة ببرنامجنا على الموعد اليوم مع ضيف تعرفت عليه قبل. تعرفتوا على المواهب يلي بيمتلكها والشغل يلي بيشتغله وانا يلي بحبه كثير، ولكن اليوم رح نحكي عن اطلاق مهرجان جديد واسمه مهرجان الالوان مع ضيفي هشام فارس. اهلا وسهلا فيك. بونجور. كيفك كيفك هشام؟ اليانا؟ ماشي تمام الحال؟ الحمد لله، مشتاقين يعني اليوم صدفة ايه حلوة انه اكيد مرة ثانية نرجع نلتقي. اكيد انا بتشرف بوجودك معي ميرسي هشام. وانا كمان. قبل بمره حكينا عن شغلك وتعرفنا عليك اكثر. اليوم صح، رح نحكي شيء ما خصه باللي قبل شيء اللي هو مختلف. صحيح اللي هو اطلاق مهرجان الالوان. اول شيء خبرني من وين مستوحاة هاي الفكره وشو هدفها؟ هي الفكرة أول شيء بلشت بصف البروجكت مانجمنت مع دكتور رولا الشامي ملاعب. نعم. على أساس هو بروجكت صغير حيتنفذ مع الطلاب بالكورس، ولكن مع قدوم فصل الصيف مثل ما بنعرف والمهرجانات والاحتفالات، وبدعم من الجامعة اللبنانية الفرع الرابع بعلي. تم تحويل هذا المشروع من بروجكت صغير بكورس لمشروع كتير كبير رح يتنفذ إذا الله راد على أرض الواقع. نعم. أكيد بدعم مثل ما سبق وذكرت من الجامعة وبالتعاون مع طلاب الماجستير الأول بالجامعة رح نحكي اللبنانية. عن الدعم بسؤال لاحق، ولكن هي الفكرة يمكن ما طلعت بس من الجامعة، صحيح؟ هي فكرة من الهند. طبعا هو طبعا. خبرني شوي أكثر عن هذا الموضوع. مزبوط، هو البروجكت بس كان حينعمل، أكيد الفكرة ما يعني استوحت إذا بدك أكيد. من بلاد الهند باحتفال بسموه هولي. احتفال هولي بينعمل هو مثل تقليد سنوي بينعمل مع قدوم فصل الربيع، وهونيك بيحتفلوا بيعبروا يمكن عن سعادتهم بقدوم فصل الربيع اللي هو زهور الوان. يمكن مجرد ما هيك نحكي كلمه ربيع ما بيخطر على بالنا غير كولرز، بتعرفي. فكانوا يعملوا هذا الاحتفال كل سنه مع قدوم فصل الربيع، وبس يكتمل القمر بس يصير بدر. فما له ديت معين، تاريخ معين، بس انه تقريبا اخر شباط اذار ببلاد الهند، سريلانكا، بنغلاديش والمناطق المجاورة بقوموا بهذا الاحتفال. بس الحلو بهذا الاحتفال اليانا انه بيصير في سواسية يعني ما بيقعد في عندك طبقات، كله بينزل على الشارع لهدف معين لينبسط صح، هيدا الفكرة بتصير بالهند هيك. بالهند. بالهند رح نحكي عن لبنان بعد شوي. هشام خبرني كيف قررتوا تنفذوا هيدا الفكرة تحديدا بمنطقة علي، وليه اخترتوا تحديدا علي؟ هي الفكرة لأنه طلاب الجامعة اللبنانية الفرع الرابع بعلي كانوا هن عم يعملوا هذا البروجكت، فحبينا انه نطبق هذا الايفنت بالمنطقة. والسبب الثاني انه منطقة علي مثل ما الكل بيعرف هي عروس المصايف يعني، وهي منطقة سياحية، ونحن محل ما بدنا نعمل الايفنت هو محل كثير حلو. بسموها سمبوزيوم علي. كله هيك تماثيل ومنحوتات واشجار ويمكن كمان السبيس بتساعدنا اكثر للايفنت، في عندنا سبيس كثير كبيرة فوق. اكيد. نعمل مثل هيدا المهرجان او يمكن على نسقه، بس يمكن باشياء ثانيه بقلبه، يمكن باكتيفيتي غريبه عن يلي رح نشوفهم قريبا. كان بجوني، ولكن هيدا المهرجان تحديدا مهرجان الالوان هو اول مره بينعمل بلبنان. هلا سبق وذكرتي عن مهرجان جوني، ولكن نحن اللي عاملينه هو شيء مختلف وعلى نطاق اوسع. ولاول مره بيتنفذ بالجبل. اوكي، بمنطقه علي. فنحن عاملينه مثل اركض للجامعه اللبنانيه اذا بدك، كونه طلع انولد من الجامعه اللبنانيه. والاختلاف رح يكون انه على نطاق اوسع، يعني نحن كل الفئات العمريه جاي تشارك معنا، مش بس طلاب الجامعه اللبنانيه ومش بس الجامعه اللبنانيه علي، يعني نحن الجامعه اللبنانيه بكل فروعاتها بلبنان وكل الجامعات وكل الطلاب. هو حيجي مثل نهار ترفيهي لنطلع كل ستريس بعد الامتحانات، بعد تقديم الدوله مثل ما بتعرفي هلا يعني. إذا بدنا نحكي شوي عن المهرجان لنعرف المشاهدين أكثر نحن عن شو عم نحكي بالتفصيل وهيك لنكون دقيقين أكثر. أول شيء المهرجان هو عبارة عن عدة محطات، صحيح؟ رح يقطعوا ليوصلوا يمكن للنقطة الأخيرة بهيدا المشوار الطويل فينا نقول. خبرني شوي كيف بيصيروا هالمحطات. وأول شيء في محطات بالألوان كلهم موحد، رح نحكي عنه، ولكن اول شيء ليه اخترتوا محطه لنوصل اخر شيء لنقطه؟ اول شيء بس بحب اذكر نقطه اليانا، انه نحن ما عاملين ماراثون، يعني ما بدي العالم تفكر انه نحن جايين نركض ونتعب لانا اطلع الاول وانا اطلع الثاني، لا نحن عاملين مثل مشي سريع او ركض اذا بدك.
مع عدد كتير كبير من العالم اللي رح تكون معنا لحتى نجن بهذا النهار، ننبسط، نهيص، نرقص. ومثل ما قلتي كمان في محطات بس لكسر الروتين، نحن رح نمشي تقريبا 3 كيلومتر، فاكيد ما حنمشي يعني بنزهق بالاخر. ولانه مهرجان الوان فنحن كل بضع امتار رح نوقف على محطه، رح يكون على هذه المحطه في فرقه عم بتعزف، والعالم حتكون عم بتهيص وتجن مثل ما قلت، ورح ينزت على العالم لون واحد. اوكي، المحطة الثانية بتيجي لنقول اللون الأخضر، المحطة الثالثة اللون الأصفر، لحد ما نوصل للنهاية. هيك بنكون كسرنا الروتين من البداية للنهاية، ولحد ما نوصل على ساحة الاحتفال اللي هي نقطة النهاية وساحة الاحتفال بذات الوقت. هونيك الكالر فيستيفال الحقيقي اللي رح يصير. جنون هونيك اذا بدك، واحد بيطلع من حاله. هشام، اذا بدنا نحكي شوي عن الالوان، يعني الواحد يمكن بخاف، غير انه ما يمكن سهل انه نغير ثيابنا او شيء. الالوان هن بويا رح يكونوا، يعني هن سهل انه ينشالوا عن الثياب او لا في صعوبه؟ لا ما في صعوبة ابدا، هن الوان بيطلعوا عن الثياب، هن عبارة عن باودر عادي وتلوين الاكل. ولكن نحن بننصح يعني كل حدا عنده يمكن حساسية من الغبرة او عنده احتمال 1% انه يتضايق، ما في شيء كثير سهله تعودنا عليها بلبنان. الكمامات على صحة السلامة عم نلبسها. كل الفئات لازم يحطوا كمامات او لا؟ مثلا لا ما ضروري ابدا، ما ضروري ابدا، بس الاشخاص اللي بحسوا حالهم ممكن يتضايقوا، حتى يمكن ما يتضايقوا لانه اللون حيكون له حتى ريحه طيبه. ومثل ما قلت هو الوان بتنحط مع الاكل، يعني ما في شيء بيأذي ابدا. نعم. اذا بدنا نحكي شوي عن الشروط للاشتراك، هل في شروط معينه؟ ابدا، الشرط الوحيد انك تكون طالع لتنبسط بس. ولا بدنا شرط الطاقه الحلوه وبدنا الاندفاع اذا بدك، لانه نعيش نهار عن جد ننسى فيه همومنا وننسى فيه الستريس اليومي اللي عم نعيشه. ما في شروط ابدا. هشام، كنت عم بتقلي اول شيء انه بالهند وبالمناطق يمكن المجاوره للهند اجتمعوا كل الطبقات، ان كانت الطبقه الغنيه او الطبقه المتوسطه او الفقيره، ليكونوا بهيدا المهرجان. يمكن خبرني، نحن هون بلبنان عم بتقلي انه في جامعات مشاركه، مش بس الجامعه اللبنانيه او غيرها، عده جامعات. فخبرني اول شيء عن الاعمار، يعني بس تلاميذ الجامعات او حتى الصغير بيقدر يشارك، وحتى الكبير الختيار بيقدروا يشاركوا كلهم بالمهرجان. وبدنا نحكي شوي عن الطبقات، اذا كل العالم عم تقدر تشارك او اذا انتم عم تلاقوا قبول يمكن او اشخاص جايه تشارك بهيدا المهرجان. اول شيء اليانا نحن عاملينه لكل الفئات العمريه، يعني بيقدر من عمر ال4 سنين 5 سنين اكيد مع اهله لا قد ما بدك. ما في عنا اي مشكل، واصلا مثل ما سبق وذكرت ما في شروط بنحكم فيها المشتركين اللي بدهم يكونوا معنا، في مين ما كان يشترك من اي فئه عمريه إن كان. والبرايس اللي نحن عاملينه برايس يعني بيقدر الكل يدفعه، يعني هو 10,000 لطلاب الجامعه اللبنانيه و10 دولار لباقي الناس. فبعتقد هذا المبلغ بيقدر مين ما كان يدفعه. صح، يعني بيقدر المعه والما معه من جميع الطبقات انه يشارك معنا، نحن هذا هدفنا. اكيد اكيد. اذا بدنا نحكي شوي عن المراه الحامل، اذا حابه تشارك بتقدر؟ بتقدر المرأة الحامل، بس أكيد يعني من بعد ما تستشير دكتورة حسب كل حالة مرأة يعني. بس هو إذا ما نفكر فيها هيك من بعيد لبعيد ما في أي مشكل، بس أحلى ما يكون في شيء على مسؤوليتنا الخاصة. كل مرأة فيها تستشير دكتورة، أنا طالعة أحضر كالر فيستيفال كذا، يمكن كل مرأة حسب حالتها يعني أفضل إنها تستشير دكتورة. أكيد بعد شوي رح نشوف الصور نحن والمشاهدين لنحكي عنهم أكثر، هيك نعرفهم ناخذ نعيشهم فكرة عن المهرجان، عم نشوفهم سوا. اوكي، هول الالوان هيدول هلا هيدي لنقول بصحة النهاية بس نوصل حيكون كل واحد معه كيس الوان بيتوزع بالحفل يعني بالرن، وبس نوصل على ساحة النهاية حيصير في كاونت داون 7 6 5، وبس نوصل لساعة الصفر حينكبوا كل هالالوان، وبالتالي ما حدا حيعرف حدا. اوف لهالدرجة. لانه كثير يعني بتصور كثير رح يكون جو حلو. نعم. ومثل ما عم نشوف بالصور يعني هون كثير مناظر حلوه. الالوان شو حلو، واحد بفرفح يمكن هيك بالالوان. نحن بحاجه لهالاشياء عن جد. هون ليك شعراتها ملونين كمان. هون كمان دليل انه فين العالم يعملوا اللي بدهم اياه، يصرخوا يرقصوا. هذا يوم هذا يوم حلو. ان شاء الله نلاقي هيك مشاركه كثير كبيره. انا اول شخص بده يشارك يعني بس. اهلا وسهلا اكيد. كمان هون عم نشوف الالوان. قد ايه المشاركه بهيك مهرجان بدها جرأه برايك، او اللي يمكن الجرأه ما لها اهميه؟ ما بعتقد لها اهميه، يعني حتى في يمكن ناس عندها شويه خجل، ولكن مجرد ما تفوت وتلاقي يمكن 1000 واحد عم يعمل
هالاجواء الحلوه بتنسى، ما بقعد عندها هذا الخجل، فما بحس جرأة هون لها كثير. اكيد اكيد. اذا الانسان بده شخص بده يشارك بهيدا المهرجان، كيف بيقدر يشارك وقبل قد ايه لازم يحكيكم وكيف لازم يتواصل معكم؟ يعني لازم يعرف كيف بده يوصلكم. هلا اكيد في رقم تليفون بيقدروا يدقوا عليه، نعم. هو 7 6 8 5 6 4 6 1. بس احنا ما نكون غلطانين ايه. على الهواء. اوكي مزبوط. نعم. هذا هو رقم التليفون. وفي عنا بوينتس اوف سيل كمان بلبنان، في عنا نعم. مكتبة برينز بمنطقة علي، وفي عنا مكتبة حسام ببعقلين، وفي عنا مكتبة بيصور ببيصور، وفي عنا البلو ويف بزنس سنتر بشويفات. هلا ببيروت ان شاء الله هاليومين رح كمان نحدد بوينت نعم. اوف سيل. المفروض يعني في اشخاص يمكن ما بيقدروا يطلعوا صح. على هيك اماكن. المهرجان رح يكون يوم واحد او رح يكون اكثر من يوم؟ لا، يوم واحد. الصبح ببلش الساعة 8 الصبح نعم. لحتى نركض بوقت ما تكون الشمس كتير قوية مثل ما بنعرف، اكيد. لأنه الحدث ب 19 جون، يعني بكون بلشت الصيفية وبلش أكيد. الشوب وكذا، وبيخلص تنتين تقريبا. نعم. هيك نوع من المهرجانات يصنف بالسباق بما انه في شويه ركض وفي مسافه يعني بدهم يمشوها، فينا نقول عنه مثلا مثل سباق مع المهرجان او لا؟ هلا ما فينا نقول عنه سباق، لانه ما في يعني انه مرتبه اولى ثانيه ثالثه، ما عم يركضوا لحتى يتسابقوا لحتى يشوفوا مين بيوصل بالاول. نحن قلنا عم نركض لحتى نطلع الستريس، لحتى نجن، لحتى ننبسط، بس لا اكثر ولا اقل. بس اكيد يعني رح يتم تكريم اللي بيوصلوا مثلا اول واحد أكيد. او اول اثنين. أكيد. بس انه على العدد الكبير اللي رح يكون حسب تصوراتنا، لانه كثير في اقبال من قبل الناس حلو. شو لحد حلو هلا، عن مع انه جد. بعد ما اعلنا عنه كثير. يعني في عندنا كمان صفحه على الفيسبوك لكل حدا بحب يعمل لايك، اسمها تويست ذا رينبو، اللي هو اسم الايفنت اللي نحن عاملينه. حلو. كمان تويست ذا رينبو. اوكي. تويست ذا رينبو هو على الفيسبوك، بيقدروا يعملوا لايك، ياخذوا كل كل التفاصيل. التفاصيل كمان. نعم. مع انه بعتقد انه عم نحكي كل شيء، بس انه اي شيء اب تو ديت يعني أكيد. بضلهم أكيد. عليه. أكيد. هشام، إذا بدنا نحكي شوي عن شو يلي بيلي الحفل، لأنه مثل ما عرفت إنه هو رح يبلش من 9 الصبح لل 8 8 الصبح. الصبح، عفوا، من 8 الصبح للساعة 2 تقريبا. هون صح. عم نحكي نحن ركض، مشي، ألوان، جنون، ولكن من بعد الساعة 2 في شيء ثاني. لا، هي الفكرة انه تنتاني بيخلص كل شيء، لانه نحن كل شيء. تقصدنا انه نهار الاحد ما كثير نتاخر، يمكن يكون في حدا عنده عرس، يمكن بتعرف نهار نعم. الاحد أكيد. شوي توقيت مزعج، بس بذات الوقت توقيت صح، لانه ما بنقدر نعمله سبت او بنص أكيد. الاسبوع لكل العالم تقدر تشارك. بس نحن 8 تقريبا 10 ونص بيخلص ران فور فن، بنوصل على ساحه الاحتفال النهائيه، بنعمل الكالر فيستيفال الحقيقي الكبير، وبعدين في عنا حفل دي جي، وعنا تالنتس، وعنا كثير امور رح نقدمها. ومن بعدها رح يكون في عنا برنامج الفني، رح نستضيف فيه فنانين رح يغنوا على مسارحنا، وممثلين كمان. فينا ناخذ كم اسم او لا؟ آه لا. اوكي. خليها مش مشكلة. سربريز، لانه بكره على بيج الفيسبوك رح نعم. نعلن عنهم اسم ورا اسم، هيك خليكم في شويه سسبنس أكيد. كمان. اكيد. هون نحن عم نحكي تسجيل $10 للاشخاص و10,000 لطلاب الجامعه. صح. هيدي المصاري، هيدي القيمه هي حتى بتشمل الحفل كل شيء كل شيء كل شيء، يعني ما عليهم غير يدفعوا هذا المبلغ، رح يحصلوا على تيشرت كمان بيلبسوها سوري، وحيحصلوا على كيس الوان. وكمان بعدين اذا بيقدروا هن اذا بحبوا يعني يكملوا احتفالهم بالالوان، كمان في اكياس فيهم يشتروا كيس الوان قد ما بدهم. بس اللي بنقدمه نحن ببدايه الركض هو كيس الوان لحتى يكبوه بالاخر، وتيشرت كمان. وتيشرت بالاول. صح. الفنانين والممثلين يعني رح يكونوا بالحفل هن مشاركين للغناء فقط او للحضور فقط، او مشاركين حتى بهيدي اللعبه؟ هلا صراحه في كذا فنان حكيونا كرمال بدهم يشاركوا كمان بهذا المهرجان. نعم. يعني مش انه بس بدهم يجوا يغنوا ويفلوا، او حتى نعم. يمكن في ناس ما قدرت تيجي تغني نظرا لوقتها بتيجي الصبح بتشارك. نعم. بس صراحه بعدني ما عرفت بالضبط يعني، بس ما في اي مشكله، اكيد بيقدر مين ما كان يشارك. نعم. ولكن اللي بده يجي يغني يمكن بده يطلع على المسرح يغني، فما حيكون كله الوان. مع انه انا بحس مهضومه بتطلع بما انه نهار جنون يعني. ما بعرف، عم بنصحكم فنانين ودائما يوم السبت بتعرفي يعني بيكون في سهرات خصوصا أكيد. للفنانين، فيمكن صعب عليهم يوعوا بكير او شيء، بس احنا اهلا وسهلا يعني بنرحب بالكل، ما عندنا اي مشكله مع حدا. بس بحب اذكر نقطه صغيره بس لانه فاتتني ما قدرت اقولها، الاطفال تحت 8 سنين مجانا. مجانا تحت 8 سنين. شو حلو عن جد، يعني هيك كل انسان بموع عن حاله وبينبسط. هشام، مثل ما عرفت رح يكون في تغطيه اعلاميه كثير كبيره لهذا الحدث،
مظبوط. فهل في جهات داعمة لهذا الموضوع؟ قلت لي في جامعة لبنانية، ولكن هل في حدا غيرها داعم لهذا الموضوع؟ الجامعة اللبنانية هي دعمت الفكرة إذا بدك بالأول، لقدروا يحولوها لفكرة عم تتنظم نعم. لتتنفذ على الأرض. نعم. ولكن نحن دعمنا عم ناخده من عدة جهات، يعني كل حدا بمجال شغله. نعم. لنقول مثل مكتبة برينز عم تقدم الأوراق، مثل بلدية علاء قدمت لنا الخيم، المسارح، العربات المتنقلة لتنقل العالم، لأنه رح يتم تسكير الطرقات، الخيام، هالخبريات. فكل حدا من جهته يعني عم بيقدم لنا شيء مثل كدعم، يعني كسبونسر، كدعم معنا. ودعم مادي ما عندنا بعد بعد ما في دعم لا مادي. بس كل حدا مثل ما قلت يعني من حسب مجاله، من شغله، هو عم بيقدم لنا اشياء تقدر تساعدنا يعني لحتى نقوم بهذا الشيء. نعم. انتم بحاجة للدعم المادي بهذا المهرجان؟ هلا اكيد، يعني هذا المهرجان المفروض بالنهايه يعني في مكلف، انه عندك الالوان مكلفه، عندك كثير قصص، بس سوا ماشي الحال. يعني نحن بدنا نشكر كل حدا قدم لنا ولو شيء صغير يعني أكيد. لحتى أكيد. نقدر نقوم بهذا الشيء. أكيد. وبالنسبه للطاقه الاعلاميه كمان انا بدعيكم تكونوا موجودين كمان اذا ما أكيد. في مشكل. أكيد بشرفنا هيدا الشيء إن شاء الله يا رب، بس أنا أكيد رح كون موجودة يعني طبعا. على الحالتين. هشام، قد ايه مهم وجود هيك مهرجانات بمجتمعنا اليوم؟ يعني نحن بنشوف يمكن كنا عم نشوف من فترة الزبالة بالطرقات، كنا عم نشوف يمكن امبارحة صار 3 حالات غرق للأسف، حدا بيصور وهيك، فمواضيع كتير بتزعل. قد ايه مهم وجود هيك مهرجانات اليوم بمجتمعنا؟ بتعرفي اليانا عن جد بهالمجتمع يلي صار كتير حزين، يعني كل يوم بنبكي على شيء. ما بعرف منين بتجينا المصايب نحن بلبنان، بس كتير حلو انه نحن بعدنا بنقدر نتخطى، وبعدنا بنقدر ان ننبسط ونسهر ونفرح. فهذا المهرجان بحس كل انسان بحاجه له عن جد. يعني بس بدي اذكر شغله، انه في مرأة يمكن بالاربعينات حبيت تفكيرها، قالت لي انه انا بدي يصير مجنونه ولو ليوم واحد، فانا رايحه. يعني هذا النهار لعن جد الانسان يفضي كل شيء جواته، ونحن بعتقد بحاجه لهذا الشيء اكيد نحن بحاجه كلنا له، يعني من الصغير للكبير للكل يعني. هل في مخطط انه هيدا المهرجان، اكيد بعد بكير يمكن لهيدا التفكير، بس ولكن يمكن تنطرح الفكره، فهل في مخطط انه هيدا المهرجان ينعمل يمكن بالسنه الجاي؟ صراحة انطرحت الفكرة عم مش ويعني انا عم استبق الامور يعني انه لا انطرحت، وان الله راد بده يصير نعم. تقليد سنوي ينعمل بالمنطقة. نعم. ويعني ان شاء الله اكيد بيكون ناجح، ويمكن تتوضح اكثر الصورة من بعد ما يخلص الايفنت ونشوف العالم حبت ما حبت. انا بعتقد العالم رح تحب يعني، لانه رح يكون شيء كثير حلو. أكيد. فان الله راد ناويين يكون تقليد سنوي كل سنة ينعمل. اكيد اكيد، وانا عندي ايمان بهذا الموضوع يعني، هيك حاسه انه رح ينجح كثير اذا الله راد. هشام، شو بدك تقول اليوم لكل مشاهدينا ليشاركوا؟ كيف هيك رح تقول لهم طلعوا شاركوا؟ يعني بعتقد نحن حكينا كثير وحمسناكم بس بدي اقول لكم انه نهاري كثير حلو رح يكون عن جد. مش عم بسوي ابدا للايفنت، بس لانه نحن يمكن انه عم نعمل ميتينجز وعم نشوف الاجواء كيف عم بتكون، والصور يمكن بتحكي كمان. فحيكون جو كثير حلو، رح نرقص، رح نغني مع فنانين كثير بتحبوهم، مع نجوم كل العالم بتحبها. وجوه هيك رح نعيش نحن وياها يوم ما رح ينتسى، بجنن. وناطرينكم جميعا. وكل هيدي القصه مشاهدينا يا ب 10,000 يا ب $10، لا اكثر ولا اقل. بدي اقول شيء اليانا بس بالنسبه للالوان. في ناس بتحب يمكن تخلي التيشيرت ذكرى عندها او شيء انه هي شاركت بهذا اليوم. في عندي بس طريقه صغيره، بيقدروا يبخوا خل على التيشيرت اللي بدهم يلبسوها ويكووها، فشو ما يجي الوان عليها ما بيروح. غير هيك كل الالوان بتروح مع الغسيل طبيعي. ما بيبول اللون يمكن مع الوقت او هيدا؟ اذا نحط خل وانكوت التيشيرت لا ما بعتقد، لا بضلها مثل ما هي. فهيك بضل واحد يتذكر انه انا بهذا النهار. نعم. كمان هشام، هيك قبل الختام بدي تخبرني المشاريع القادمه لك على الصعيد الشخصي، لانه مثل ما بعرف كثير مواضيع عم تتحضر، واكيد بدي اتمنى لك كل التوفيق فيها. ميرسي. فخبرني شوي هيك شو المشاريع لقدام قبل الختام؟ يعني في مشاريع هلا ان الله راد على الصيف، في شيء كثير حلو رح نعمله ان الله راد رح ينعرض قريبا. هو رساله بعتقد بتهم كل انسان، بعتقد بتمس بقلب كل انسان. فعم نحضر هلا لهذا المشروع، ووجه اللي بده يشارك معنا رح يكون سربريز. والكل بحبه انا مأكد، بكره بس يعرفوا كثير رح ينبسطوا.
ان شاء الله بالتوفيق يا رب. ميرسي اليانا والك كمان. ميرسي هشام فارس، بدي ارجع اقول لك اهلا وسهلا فيك مره جديده، ونحن دائما بنتشرف بحضورك معنا. ميرسي لك اليانا، انا بدي اتشكر كمان استضافتك. ابدا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نروح لفاصل كثير صغير وبنرجع، خليكن معنا.